ايه المميز في اللوحة دي؟ فيها واحدة ست شكلها زعلان، مسيبة شعرها ومرسومة بشكل مش واقعي قوي، يعني انت تقدر تشوف الخطوط بتاعت الفرشة في اللوحة. طبعا واضح ومعروف ان فان جوخ فنان موهوب جدا. الفكرة ان هو اختار يستخدم فنه في خدمة الناس اللي بيبقى في الغالب مش متشافين وملهمش صوت. كان ممكن يستخدم فرشته وألوانه إن هو يرسم واحدة من الطبقة الراقية بشكل يجملها جدا وياخد على اللوحة دي فلوس كتير، لكن هو اختار في اللوحة دي إن هو يرسم واحدة ست بسيطة بتشتغل في كافيه. للأسف الشغل في الكافيه ده الشغل بتاع الصبح، بالليل بتشتغل حاجة تانية. بس إيه اللي يخلينا نقول عليها كده؟ الافتراض ده مش جاي من فراغ. في الوقت اللي فان جوخ كان بيرسم فيه اللوحة دي كان معروف عن إن الستات اللي بيسيبوا شعرهم دول ليهم وظيفة معينة، لكن هو مش بيحكم عليها إن هي بتلجأ إن تبيع جسدها في آخر الليل. بالعكس بنشوف إن هو متعاطف معاها، أولاً في إنه التركيز كله على وشها والحزن اللي جوه عينيها، وثانياً إنه بيركز أكتر على الروح بتاعتها من ملامحها. المهم هي حاسة بإيه وإيه اللي وصلها للنقطة دي. أحب أعرف رأيكم في اللوحة في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو افتكروا تعملوا لايك وشير.